السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا لاباس. جيتكم بواحد الوصفه اللي البنات اليوم متهبل بزاف بنينه. ننصحكم انكم تجربوا هذه الكيكه، تجي ما شاء الله بطريقه جديده وذوق جديد مميز. مش راح تندموا كي تجربوها. هي تجي مسكوتشو ومن داخل تجي فيها لا كريم باتيسير. هذيك لا كريم باتيسير طيب معاها، وكي طيب هذيك المسكوتشو يعني طيب وكل ما تقسمي تلقاي لا كريم باتيسير في النص. هنا قسمت معكم طرف تشوفوا كيف جات من داخل. جات ما شاء الله. بلا ما نطول عليكم نخليكم مع طريقة التحضير. نبداو على بركة الله، بسم الله. تبعوا الخطوات للأخير. أول حاجة نديروها هنا نفصلوا الصفار على البياض، عندي 4 بيضات. نفصلوا الصفار على البياض، نطلعوا هذاك البياض مع رشة تاع الملح مليح بالباتور حتى يضاعف الحجم تاعو ويبيض الخليط كامل بهذا، يولي بهذا الشكل. راح نخليوها على جنب ونروحوا نكملوا نحضروا باقي المكونات. يعني لازم نفصلوا الصفر على البياض، نطلعوا البياض وحده بهذيك المسكوتشو تجي خفيفه، وكي تاكليها تجيكم تقول راكي تاكلي في المادلين صراحه بزاف بنينه. نخليوها على جنب ونوليو هنا للصفار. عندي 4 تاع الصفار هذوك، نزيدوا لهم نديروا لهم لافاني، تحبي ليكيد ولا البودره اللي عندك. ندير عليهم هنايا فنجان تاع سكر، لانه راح نديروا لا كريم باتيسير وكل صافي تجي حلوه. اللي حابه تزيد يعني هي واش راهي حابه. عندي هنا ثاني فنجان تاع زيت. لازم نخلطوا مليح الصفار مع السكر حتى يذوب السكر، وباه تزيدوا الزيت، ونزيدوا ايضا فنجان تاع الحليب نخلطوا مليح. ومن بعد انا راح نضيفوا الفرينه والخميره حتى يتجانسوا هذوك المكونات مليح. ونضيفوا كما قلت لكم الفرينه. عندي كاس، شوفي الفرينه تدي لكم 250 غرام فرينه، انا الكاس تاعي يهز 170 غرام، لهذا درت كاس ونص تاع فرينه باه تجيني 250. ونضيفوا عليه هنايا كيس خميره كيميائيه، نديروا شكاره كامله وزن 10 غرام. لازم نغربلو الفرينه باه كي تذوب لنا يعني بليه وما ديرناش هذوك الحبيبات. ضفت هنا نصف اخر تاع الفرينه، يعني اللي تدي هنا الفرينه تدي لي كاس ونص بالضبط فرينه. نخلطهم مليح بالسباتول حتى يتجانسوا المكونات. وبعد هنا بعد ما تشوفوا الفرينه هذيك ذابت كامل في الخليط، راح نضيفوا هنا بياض البيض غير بالعقل، نضيفوه يعني بشوي وغير بالسباتول. نحاولوا ندخلوه في هذيك الخليط باه ما يطيحلناش البياض. يعني العجينه كي يذوب هذاك البياض فيها تقعد كي لاموس، يعني نحركوه غير بشوي باه ما يطيحلناش البياض. نجيبو هنايا المول، جبت انا هذا المول ما يكونش كبير بزاف، نفرشوا عليه ورق الزبده ونحطوا الخليط هنا. قبل ما نحطوه في البلاطو نحيو شويه منه باه كي يعني خليت شويه منه كما راكم تشوفوا، باه نضيف له الكاكاو ونضيفه من فوق. خليه واحد قيمه كاس هكذا تاع الخليط. ضفت هنا 2 ملاعق تاع كاكاو بني ونخلطو مليح حتى ثاني يتجانس مليح في الخليط. ومن بعد راح نضيفوه من الفوق بهذه الطريقه باه تجينا هنا كيكه ماربري. نضيفو هنا من الفوق ونجيبو كيردون ولا دوك السياخ تاع الشواء، ونحاولوا ندخلوا مليح هذيك الخليط البني مع الابيض كما راكم تشوفوا. ومن بعد هنا راح نخليوها اكوتي ونحضروا كريم باتيسير اللي راح نضيفوها من فوق العجينه. درت هنا كاس تاع الحليب، 2 مغارف سكر عادي، 2 مغارف مايزينا. نحركو مليح ونتساوش لافاني. نحركو مليح ونحطوها على النار حتى نتعقد بهذه الطريقه. انا جيتني عقده بزاف، زدت لها قطره تاع حليب برك وحركتها. ونضيفوه هنا فوق الخليط قبل ما يطيب كما راكم تشوفوا. نضيفوها بهذه الطريقه. وايضا نجيبو الكيردون ونحاولوا ندخلو مليح ثاني لا كريم باتيسير هذيك مع العجينه، ندخلوها طيب حوالي نص ساعه على 180 درجه. شوفوا هنا بعد ما طابت راهي ما شاء الله تشهي. نخليوها تبرد مليح وباه راح نديكوريها من الفوق. نحيو بالموس هكذا على الحواشي، هذوك الحواشي اللي يبسوا.
ونحيوها من المول. ومن بعد رايحين هنا نزينوها كما راكم تشوفوا، يعني من الصوره باينه جات ما شاء الله، جات اسفنجيه خفيفه بنينه ما شاء الله. ولازم تخليوها تبرد باه تاكلوها، باه تشوفوا لا كريم هذيك من داخل تجي ما شاء الله بزاف بزاف بنينه. انا طلعت هنا 2 مغارف برك تاع كريم شونتي، ما كثرتش غير قسما ندهن الوجه تاعها. 2 مغارف كريم شونتي طلعتها مع شويه تاع الحليب بارد، ودرتها هنا من فوق المسكوتشو تاعنا. التزيين يبقى اختياري، الا ما عندكش كريم شونتي ادهنيها بالفوق بالمربى برك وزينيها، يعني مش لازم كريم شونتي، هي من الاحسن تجيبنينا بها. بصح اللي ما عندهاش كيما يقولوا الجود بالموجود، ديروا فقط مربى ورشوا عليها نواه كوكو. تقدروا تحضروها كي يجيكم ضياف تاع الغفله، ولا تقدروا تحضروها حتى في حفله تاع بيام ولا 5 تجي بزاف مليحه بريزونطابل. تقصوهم باك يعني تكوبيو دي مرسو هكذا مليح مقدرين باه تكفيكم، وتقدموها مع الكازوز راح تعجبهم اكيد. هنا نديروا لي بيبي دو شوكولا هذو من الفوق، اللي ما عندهاش تقدر تربي الشوكولا عادي في لاراب. وزيت رشدت عليها انا نواه كوكو مرحي، وزيت ايضا درت عليها جوز هنا درت حبات يعني دقدقتهم غير بيدي وضفتهم من الفوق. كما قلت لكم تزيين دائما اختياري بالشي اللي عندكم. هذا هو الشكل النهائي تاعها، راح تجي ما شاء الله بزاف بنينه، والشكل تاعها يجي مغاير تماما للمسكوتشو العاديه. كما قلت لكم هذيك الكلمه داخل هي اللي تعطي لها الذوق المختلف ويجيكم ذوق اخر. وراح اكيد راح يخلصوها كما نخلصوها يعني سير بلاص، خلصوها وقالوا لي عاوديها تموا من البنه بزاف. الى عجبتكم هذه الوصفه تاع اليوم ما تنسونيش البنات بالجيم والتعليق، ولي اول مره تشوف قناتي مرحبا بها، نتمنى انها تشترك في القناه هكذا بيصلوها كل فيديوهاتي وتفعل زر الجرس. في فيديو اخر وفي وصفه اخرى ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام.